جدا، لكن كل جريمه وليها عقابها. هو انا لما تبنينا ربنا سخرنا عشان نتبنى موضوع خالد سعيد، كنت كلمتك في يوم قلت لك انا دخلت في قصه بيشرب ولا ما بيشربش؟ قصه انه مات قهر وظلم وتعذيب، هي دي القصه. ليش قصة ماليش فيه بقى، في التاني ده انا ماليش فيه. ولو هو مرتشي وائل شلبي فالدوله بتحمي الفساد والكل عارف. جزء من دوله العسكر وائل شلبي، جزء من دوله العسكر. هقول لك شويه حاجات كده لطيفه جدا. مبارك واولادهم خرج، احمد عز، احمد نظيف، كل الفاسدين خرج. الموضوع اكبر من كده بكتير في موضوع وائل شلبي. النهارده صدر تقرير الطب الشرعي، قال كالعاده انه انتحر، وانت مستني ايه من الطب الشرعي؟ وان المتهم الاكتر بقى اعتدى تعاطي مواد مخدره وعقار الترامادول. حقيقه يعني انا برضو واحنا مالنا، يعني على افتراض انه بيتعاطى الترامادول، احنا مالنا حضرتك؟ طب ما عباس كامل بيتعاطى الترامادول، سبحان الله. هل مره يعني اعتبرنا ان ده لا يؤهله لمستويات وظيفته؟ قال له ما مرات عم عبد الوهاب بتشرب معسل. القصه ايه يعني؟ واحنا هنتكلم في الترامادول ده يعني اسال اي حد، اسال اي كلب ضال من اللي كان ماسكهم محافظ السويس في مصر يقول لك مين اكتر فئه بتتعاطى الترامادول. ما دي مش قصتنا، مش ده ان شيء مش حقير، لكن مش قصتنا. ايه علاقه ده باللي حصل؟ الترامادول مخدر، ايه علاقته بالحكايه؟ المهم مش دي قضيتنا. امبارح انا عرضت لك تصريحات ابن عمه، النهارده ابوه اتكلم على اللي حصل لابنه كمان. مش بس والد شلبي اللي اتكلم، دي صفحه موظفين مجلس الدوله اتكلمت وشككت في روايه الانتحار وكتبت بوست بنستعرضه سويا مع بعض. المستشار انتحر ولا اتقتل؟ الاجابه المنطقيه ومن غير لف ولا دوران وطبقا للادله اللي جايه هي انه اتقتل بلا ادنى شك. اما السؤال المحوري اللي محدش هيبحث له عن اجابه، هو مين اللي قتله؟ واخد بالك يا عبس بتكتب يا احمد؟ مين اللي قتله؟ خلينا نشوف ايه هي الادله. الدليل الاول صورته وهو مشنوق، دخلوا عليه وهو متعلق، قاموا قايلين بسم الله واستغفر الله والصلاه والسلام على رسول الله، وقاموا عبطوه وشالوه لفوق هيلا بيلا، وواحد متطوع طلع فك الكوفيه من رقبته كده عادي من غير انتظار لجنه المعاينه من الشرطه او النيابه او حتى تصوير الجنائي، ولا حتى تطلع صوره ليه ويتظلل فيها وشه زي كل حالات الانتحار. صوره من معاينه النيابه لقضيه انتحار من قريب في دوله عربيه، يعني اي حاجه بعتوا وارفقوا صوره معاينه النيابه الطبيعيه اللي هي المفروض تصور محدش يقرب اللي دلوقتي محور التحقيق خالص. وائل شلبي متعلق مشنوق بالكوفيه، لازم تجيبه. جابوا صوره لا حول ولا قوه الا بالله. الانتحار لازم تتصور كده، ده لو حادثه عربيه يا جماعه. ها ده انا بزود لكم بس على اللي كاتبينه صفحه موظفي الدوله مجلس الدوله. لو حادثه عربيه محدش بيقرب يقول لك استنى لما نصورها. ده في اوغندا برضه. ها الدليل الثاني زي ما بتقول الصفحه، اداه الشنق، اطول كوفيه شائعه طولها 1 متر فقط لا غير. لو اتطبقت من النص بقى طولها نص متر، لو اتعقد منها عقده 25 سم فبكل بساطه سياده المستشار مش هيعرف يدخل دماغه فيه. ده غير ان وزنه الله يرحمه يفك اجدعها عقده. وعلى فكره الحالات المسجله عالميا للشنق في السجن بنفس الطريقه بتكون بواسطه ملايه السرير، لان طولها لا يقل عن 2.2 متر. صورة الممثل محمد شومان في فيلم واحد من الناس وهو متعلق كانت بملاية السرير، لكن مؤلف الواقع هنا قال يحط التاتش بتاعه، فأعلن الصبح إنها بالكرافات، وأما ما جابتش مع حد فخاف الناس ساعتها تسف عليه ويقولوا سارقها من الفيلم، فقال الكوفية بدل ما يقول ملاية السرير. موقع برلمان التابع لليوم السابع نفسه مش مصدق أداة الشان، إحنا بقى اللي هنصدق، وجابوا لك لقطة من موقع برلمان. الدليل التالي شباك الحجز، الشباك اللازم لتنفيذ عملية الشن ارتفاع جلسته لا تقل عن 2 متر و55 سم، ده عشان ياخد طول الشخص المشنوق زائد طول الكوفية زائد طول الكرسي، وده اللي هيقف عليه ويرفصه بعد ما يدخل راسه في عقدة الكوفية. المفاجأة بقى ان المستشار كان محبوس في غرفة تابعة للسجن الإداري
مش لمصلحه السجون. النوعيه دي من السجون ارتفاع الاوضه فيها عادي ولا يزيد عن 3 متر 22، وشبابيكها وسط الحيطه زي البيوت والمكاتب العاديه، مش فوق خالص زي السجون المعروفه، وما فيهاش كمان نوعيه الحديد اللي بيبقى داخل في وسط الحيطه زي شبابيك السجون. بحلقه في الصوره دي وانتوا تفهموا كلامي قوي. اهو عرضوا لك برضو الصوره. الدليل الرابع حظر النشر. ليه حظر النشر؟ اللي طلع بعديها بدقايق وهو موجه مباشره لاتحاد الاذاعه والتلفزيون. احنا نجاوب، ده موظفين المجلس، لان اي سؤال صغير من اي مذيع تعبان عيان محدش هيلاقي له اجابه من الضيوف الجهابذ، واي متفرج بايع دماغه مش هيقتنع باي هري هيتقال ساعتها. فبالتالي الحظر جه عشان يطرمخ على اي شكوك، وتبقى جريمه القتل مجرد انتحار، خصوصا وان اخر كلمات المستشار انا ما اقدرش اتكلم وانا مش هروح في القضيه لوحدي. حظر النشر، جابوا لك صوره حظر النشر وصوره المستشار. المستشار وائل شلبي تقدم فيه بلاغات فساد من سنه 2011 لحد دلوقتي، ده الموظفين اللي كاتبين، تملى قاعات من الارض للسقف. اشهر بلاغ كان ايام المجلس العسكري وكان بتوقيع 1000 قاضي. والله انتوا قريتوا الرقم صح، 1000 قاضي اشتكوه بتهمه الفساد والتربح بعشرات الملايين من وظيفته في مجلس الدوله. ومع ذلك اترقى بعدها في 2015 وبقى امين عام، وكمان بقى من عتاولة المجلس الخاص أرقى جهة قضائية في المجلس. أبسط القضايا دي تشييد مبنى مجلس الدولة الجديد اللي أسنده لشركة مقاولات بالأمر المباشر من غير أي مناقصات، وافتتحه هو والسيسي من قريب. الصفحة اللي كاتبة يا جماعة، وجابوا لك صورة بلاغ ال1000 قاضي سنة 2011. ما سابوش حاجة في البوست، يعني البوست كامل مكمل ما شاء الله، والكمال لله وحده. وجابوا افتتاح صورة المبنى وافتتاحوا صورة المستشار وائل شلبي مع السيسي. قال لك المستشار وائل شلبي برغم سنه الصغير لكن كان من عناتيل الدولة العميقة في أيام مبارك، مرورا بالمجلس العسكري، ففترة مرسي فالسيسي، وما قدرش عليه رجال دولة معمول ليهم 1000 حساب، أبرزهم مرتضى منصور. كان ساعتها وائل شلبي هو الشاهد عليه في قضية سب المستشار سيد نوف، ومرتضى قال يوميها بالفم المليان يا مرتشين يا حرامية، وجايبين صورة من بتاعت مرتضى. مجلس الدولة مضغوط عليه في كذا قضية أبرزهم تبعية تيران وصنافير، واللي حكم فيها القضاء الإداري بأنها اتفاقية باطلة، والجزيرتين تابعين لمصر بالوثائق، ومحكمة القضاء الإداري جزء لا يتجزأ من قضاء مجلس الدولة، واتعملت حملة تشويه على المستشار اللي نطق بالحكم. ده غير طرح كذا قانون كده يحد من صلاحيات مجلس الدولة في اختيار رؤسائه، وان اللي يختاره هو فخامه رئيس الدوله بنفسه. وجايبين تصريح للمحامي خالد علي بالضغوط على مجلس الدوله، وكذا سكرين شوت لروابط مهمه جدا. اول صحيفه، ده خلي بالك انا بقرا لك من البوست بتاع اللي عاملينه موظفين مجلس الدوله. اول صحيفه دخلت البيت وصورت قضيه اللبان مدير مشتريات مجلس الدوله والفلوس اللي بالهبل اللي هو عنده، كانت اليوم السابع، وسمتها قضيه علي بابا. والصحيفة دي لو تعرفوها هي حاليا ذراع النظام الأول للقضايا القاصرة. ما قلناش حاجة احنا من عندنا، فاكرين هاشتاج اليوم السابع دعارة إعلامية؟ في أي عملية تشويه أو ترويج منافي للحقيقة أو تصفية حسابات أو حتى تصفية أرواح بتمر الأول على اليوم السابع وبعدها الكل يزيط على أخبارها الحصرية. بالرغم من إن من الحاجات المخفية في القضية دي نفسها، اللبان ده مشارك قرايبه في عدد 44 مكتب صرافة لتغيير العملات، وكل مصري عارف انه لو راح لحد يغير كام دولار مش هيلاقي في المكتب اي فلوس، وصاحب المكتب هيبعت حد يجيبهم من بيته. اما الرشاوي الكبيره فمعروف مساراتها البنكيه وازاي بتختفي وسط معاملاتها، مش بحوشهم في البيت وبستنى اللي يجي يقبض عليا. اول نشر لقضيه اللبان على اليوم السابع كانت بتاريخ 27/12/2016 الساعه 12 والساعه 3 قبل اي حد. في شكوك اصلا، وجابوا لك الصوره، ان اللبان وغيرهم ما هم الا حلقه وصل في قضيه وائل شلبي واشخاص اخرين من رؤوس الفساد. النظام بيضغط عليهم بحلقات الوصل دي عشان يمرر حاجات مستعصيه على التمرير، وبعديها اللبان واللي زيه ياخدوا براءه ويطلعوا افراج، والمستعصي عليهم يروح فيها زي شلبي وغيره، ولا من شاف ولا من دري، والكل ساعتها يكش ويموت في جلده من الرعب. وعم جايبين لك بقى اخبار جديده مثيره في قضيه الرشوه وما اعرفش ايه. اصعب حاجه على اي واحد فينا انه يعيش في بلد، ده لسه بقرا لك من البوست، معظم اهلها واثقين وبيبصموا بالعشره
ان النظام هو اللي ورا اي مصيبه بتحصل. والله يا جماعه ده اللي بنقوله كل يوم. المعارض بيقول عليها تصفيات اجراميه، والمؤيد بيقول عليها حنكه سياسيه، لكن اللي صح واللي بتظهره الايام انه كاس سم وداير، ومحدش منا بعيد عنه، معارض كان ولا حتى مؤيد زي سياده المستشار. دي اللي كاتباها صفحه موظفين مجلس الدوله. ازيدك انا من الشعر بيت مهم قوي، البيت ده اللي انا هقوله في الاخر. كل المستشار عين سله مستشارين في برلمان البلال. والله زي ما بقول لك كده، وكلهم تلاميذه الله يرحمه المستشار وائل شلبي. وداهم مجلس النواب مع مجدي العجاتي. الامين العام للمجلس احمد سعد معينه في المجلس في برلمان البلال. محمد نصير الامين العام المساعد. احمد امين المهدي. 18 مستشار بمجلس الدوله تانيين عينوا سياده المستشار. كلهم ما حضروش الجنازه النهارده ولا حاجه، ولا حد طبعا عبره للاسف الشديد. ال 18 مستشار الاخرين اللي عينهم وائل شلبي دول كانوا منتدبين من المخابرات العامه. كانوا منتدبين مخابرات مصر كلها اوضه وصاله. وائل بقى كان منتدب فين؟ مين شاطر بقى؟ وائل شلبي كان منتدب فين في مصر؟ كان منتدب بيعمل ايه؟ اقول لك بس على قصه الانتداب دي. انا قلت لك طول الوقت مبارك كان لعبه مختلف، عشان مبارك كان معاه الوقت مطاط، فكان عنده وقت بقى يلعب سيف وجزره وكده. دلوقتي مفيش وقت مع بينوشيه، مفيش وقت. فمبارك بقى كان عنده الجزره وبتاع اللي هي الانتداب. قال لك ايه؟ نعمل حكايه الانتداب. انتدب بقى ياخد 25,000 جنيه و30,000 جنيه في الشهر، ايام ما كان الدولار ب 3 جنيه. وايه، ويقعد سنه وسنتين، فيبقى روحه في ايدينا، ويدوق الرز ابو لبن ومكسرات. فلما يدوق الرز ابو لبن ومكسرات وبتاع، ونبقى ايه ده، سيف المعز وذهبه، اللي نحبه ننتدبه واللي ما نحبوش ما ننتدبوش، والقصه اللطيفه دي. المهم بقى، وائل شلبي كان منتدب فين؟ وائل كان منتدب في وزاره الانتاج الحربي. بيعمل ايه في وزاره الانتاج الحربي؟ بيراجع قانونيه عقود المصانع الحربيه. بتقول ايه يا معتز؟ انت قصدك ايه يا سافل؟ انا اسف، ما اقصدش حاجه والله، انا بقول لك معلومه بس. كان بيراجع قانونيه عقود وزاره الانتاج الحربي. حطها جنب معلومه برضه، حطها بس جنب اختها كده. معلومه وائل شلبي قال لك انا مش هروح لوحدي، انا ساكت ومش قادر اتكلم. ما تعرفش كده، فنخلص بقى من وائل شلبي. الموضوع كبر اكبر ما احنا نحتمله مثلا، يعني مثلا ما فيش اي حاجه، دي حاجه بسيطه عشان تبقى عارف، يعني مش اكتر. هو منتدب في وزاره الانتاج الحربي. الناس بقى زيطت زيطه ماليها مثيل على الموضوع، عايشه بشكل رهيب جدا. وريني كده زيطه الناس. كل واحد اللي ما عندوش، طبعا عندنا موضوع رئيسي في مصر اللي هو لا مؤاخذه، يعني هو بقى قضيه راي عام، ما بقاش بقى عيب يعني ان احنا نقول اللي هو كلثوم سياده الرئيس. يعني دي القصه بقت دلوقتي هي الحكايه. والمحامي اياه اللي ساكن قدام المحكمه صحي الصبح عمل بلاغ في فاطمه كشري ولا فاطمه ما اعرفش مين. عادي، سيبك من الكوميكس. بمناسبه الفساد، بما اننا فتحنا قصه الفساد، وعشان تعرف دوله دي الفساد فيها مقنن، فاكرين قصه رشوه وزير الزراعه؟ وزير الزراعه ومحمد فوده رجل الاعمال ومستشاره، مستشار وزير الزراعه محمد فوده، اللي كان بيكتب مقالات مدفوعه الاجر في اليوم السائع، والصحف كلها تغنت بالقبض عليه زي اللبان كده، زي اللبان كده. وكان معاه رجل الاعمال محمد الجميلي، محمد فوده ومحمد الجميلي. المهم الاثنين دول بعديها بفتره خرجوا، وتحديدا في 11 ابريل 2016. امتى بتقول يا معتز 11 ابريل 2016؟ خرج